هما بيقولوا عليه سندوتش بطاطس سوري، بس هو بالنسبه لي لقمه بطاطس، وعلشان سعره من بره بقى مستفز على مكوناته فتعالوا نعمله في الفيديو ده. دي هنا كوبايه من الميه، حطيت فيها معلقتين نشا، دوبتهم على نار هاديه وسبتهم لحد ما ياخدوا قوام المهلبيه. وبعد ما خدوا القوام ده طفيت عليهم وسبتهم لحد ما يبردوا. وبعد ما بردوا خالص جبت الكوبايه بتاعه الهاند بلندر دي، ممكن تستخدمي الخلاط، حطيت فيها خليط النشا والميه اللي احنا عملناه، عليها 3 معالق كبار من المايونيز، فصين كبار من الثوم، رشه ملح وفلفل، وكمان معلقتين كبار من الخل ومعلقتين كبار من الزيت، وربع كوبايه ميه، وضربتهم كويس لحد ما خدوا القوام اللي انتوا شايفينه ده، قوام كريمي وناعم قوي. بعد كده جبت البطاطس حمرتها، انا كان عندي الفارم فريتس الجاهزه دي. وبعدين جبت توابل البطاطس من كنور وحطيتها عليها، بجد طعمها حلو قوي، جربوها. في المرحله اللي بعد كده بقى جبت العيش الصاج، ده موجود في اي سوبر ماركت. فردت كده رغيف العيش وتنيته من ناحيه واحده، عليه شويه من التوميه اللي احنا عملناها وشويه من البطاطس، ممكن تضيفوا خيار مخلل او تضيفوا موتزاريلا على حسب ما انتوا عايزين. بعد كده صاجه بقى على نار هاديه، اهم حاجه تكون النار هاديه مش عاليه، فيها شويه زيت صغيرين. وبدات احط السندوتشات اللي انا عملتها، واول ما بتاخد لون وتبقى مقرمشه كده بقلبها على الناحيه التانية. واهم حاجه كمان نسويها من الجناب، بعد ما نخلص الجنبين نوقفها على جنبها. ما خدتش وقت كتير على النار، اهم حاجه تكون النار هاديه مش عاليه علشان ما تتحرقش منكم. هسيبكم بقى مع صوت القرمشه ده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.